في الفيديو ده هقولك لستة هوايات أنثوية. هقولك 10 هوايات وشوفي انتي تدي لنفسك كام من 10. أول حاجة، يا ترى انتي بتزرعي ولا لأ؟ يا ترى بتحتكي بالطين والزرع والحاجات الطبيعية؟ مسكتي كده زرعة زرعتيها من أولها وعملتيها بإيديكي ورعيتيها ولا لأ؟ دي أول هواية. الهواية التانية هواية التصوير، ولو ما بتعرفيش تصوري اتعلمي، ولو ما بتعرفيش تتعلمي أهو جربي وشوفي فيديوهات ويعني حاولي تصوري. ليه بقولك تصوير؟ لأن التصوير بيركز على اللقطة الحلوة، بيركز على تظبيط الكادر بشكل يظهر أفضل ما في الشخص اللي قدامك أو في الناس اللي قدامك. ومن ممارسة التصوير تلاقي نفسك مع الوقت بتركزي على الحلو في الحاجة اللي قدامك أو في الشخص اللي قدامك. فليه لأ؟ خلينا نتعلم التصوير، هواية ممكن تساعد على تفعيل الأنوثة بعدين بشكل أو بآخر. الهواية الثالثة، اكتشفي. عارفين لما بيقولوا الهيدن جيمز في الأماكن اللي احنا عايشين فيها؟ اكتشفي الأماكن الجديدة، مسجد مثلا ما رحتوش قبل كده، مكان أثري ما رحتوش قبل كده. اكتشفي الأماكن الجديدة في المكان اللي انت عايشة فيه، وحتى سافري في مكان تاني وجربي. يعني جربي كده، روحي شوفي، خلي عينك تشوف حاجات تانية، خلي يبقى عندك اكسبيرينس في أماكن جديدة سواء كان جوه بلدك أو بره بلدك. النقطة الرابعة في الهوايات، اكتبي تدوينات عن أفكارك، عن مشاعرك، عن نفسك في العموم. هاتي كده بيج على الفيسبوك، خليها unpublished، وكل ما يبقى عندك أفكار اكتبيها، كل ما يبقى عندك مشاعر اكتبيها. عايزة بعد كده تخليها published للناس والناس تشوفها، ماشي. عايزة تبقى هي بس تدوينة بينك وبين نفسك، كل شوية تفتحيها كده وتقريها، هتلاقي يعني هواية جميلة جمال. بس لو جربتوها قولولي على تأثيرها بعدين هيبقى ايه. الهواية الخامسة، اتعلمي أكتر عن، عارفة الاتيكيت، إن أنتي بتقعدي إزاي، بتتكلمي إزاي، تاكلي إزاي، تقولي إيه، تقولي ليه، اللي هي الشياكة في التعامل دي. حتى لو إحنا عارفين، ليه لأ ما نتعلمش عنها أكتر، وليه لأ ما نمارسش عنها بشكل أوسع عن اللي إحنا كنا عارفينه من قبل كده. الهواية السادسة، إن إحنا نتعلم حاجات جديدة في الطبخ. لو أنا ما بعملش حلويات، ليه لأ ما أتعلمش كيكة بسيطة مثلا، وأخلي في بيتي في ريحة الدفى بتاعة الكيك والحاجات الحلوة والأكل الجديد. الهواية السابعة، القراءة. هل احنا بنحب نقرأ روايات؟ بنحب نقرأ كتب معينة؟ هل بنحب نندمج في رواية ونعيش فيها 6 و7 ساعات؟ لو احنا بنعمل كده يبقى احنا بنمارس هواية ليها علاقة مباشرة بتفعيل الأنوثة. الهواية الثامنة، ارسمي. ما بعرفش ارسم، يا ستي اتعلمي، ارسمي ولوني وتعلمي حاجة جديدة تعرفي تعبري بيها بالرسم وبالتلوين. الهواية التاسعة، عن اللغات. بحب اتعلم لغات جديدة او اسمع لغات جديدة، وحتى لو مالكيش في الموضوع ولا ما بقتش بحب اذاكر واتعلم واللغات وصعبة، خلاص حتى لو انتي مثلا بتتكلمي اللغة العربية، اتعلمي اكتر عن اللغة العربية الفصحى، تعلمي عن الشعر، تعلمي إلقاء الشعر، تعلمي تنطقي النطق الصحيح للغة العربية بعيدا عن العامية اللي احنا بنقولها، تعلمي ان انت تتقني حتى اللغة اللي انت بتتكلميها. آخر حاجة في الهوايات وأكتر حاجة بحبها، غني. غني أغنيتك المفضلة وقت ما انت عايزة، بالشكل اللي انت عايزاه، في المكان اللي انت عايزاه، طبعا مش في الشارع يعني عيانا بيانا، لا، يعني غني الأغاني اللي انت بتحبيها في الأماكن اللي انت بتحبيها. دي 10 هوايات، قولولي اديتوا لنفسكم فيها كام من 10. كل ما زادت الدرجة كل ما بقينا بنفعل الفطرة الأنثوية بشكل سهل وبسيط.